على بالي كامل تحبوا تجربوا وتنوعوا في الخبز. اليوم جبت لكم وصفة ناجحة 100% بالمقادير المضبوطة. ما كانش عينك ميزانك، كاين المغرف والكاس، ولا حبيتوا بالجرام نحط لكم في العنوان المقادير بالجرام. وشوفوا لي هذا الخبز كيفاش يجي هشيش وقطني، صدقوني اول مره تجربوه راح تنجحوا فيه. هنا في لو ريسيبيون حطيت مغرف كبيره تاع خميره الخبز مع مغرف كبيره تاع السكر، زدت لهم 5 مغارف كبار تاع الماء الدافئ، خلطتهم مليح وخليتهم يتفاعلوا حوالي 10 دقائق. من بعد نضيف لهم كاس ما بين الماء والحليب دافئ مع 5 مغارف تاع الزيت وحبه بيض، ونخلط كلش مع بعضاهم. نزيد مغرف صغيره تاع الملح، شويه سانوج، ورطل تاع فارينه اللي هي 500 غرام فارينه، ما يعادل 2 كيسان وربع تاع الفارينه. وراح نخلي لكم كل المقادير في العنوان. هنا غير نجمعوا العجينه كما راكم تشوفوا، لا ندلكوها لا والو. شوفوا العجينه كيفاش يكون القوام تاعها، راح تكون طريه وتتلاصق يعني كما راكم تشوفوا فيها في الفيديو. هنا واش راح ندير، راح نهبطها فوق لو بلون دو طرافاي وراح نعجنها، يعني راح نلمها برك حوالي دقيقه واحده. ومن بعد نضيف لها مغرف صغيره تاع لا مارغرين، ندخل هذيك لا مارغرين في العجينه يعني نلمها كامل، نديرها اون بول ونحطها في لاكوف تاع البيتران باش يعني تخمر لي العجينه تاعي ويضاعف حجمها. كما راكم تشوفوا هنا انا درتها كريه، دهنتها بالزيت وراح نخليها يعني ترتاح. هنا شوفوا بعد ما فاتت 45 دقيقه هكاك، شوفوا العجينه كيفاش دارت هذوك الفقاعات وضاعف حجمها. صدقوني عجينه اكثر من رائعه. هنا انا واش ندير، قسمتها على 2. تحبوا ديروها خبزه كامله ولا كيما انا قسمتها على 2 خبزات وقرصتهم بهذا الشكل البيضاوي في البلاطو. وهنا بالسكين درت هذه الخطوط غير للتزيين، تقدروا يعني ما ديروهاش. بعد ما زينا الخبز تاعنا جبت حبه بيض، زدت لها شويه قطرات من الحليب ورشه تاع الملح، ودهنت بها الوجه تاع الخبز تاعي، وزينته كما العاده بالجلجلان شويه سانوج. ونخليو الخبيزات تاعنا هذوما يخمروا باش نطيبوهم. انا شعلت الفرن على 200 درجه مئويه ومن بعد نقصت له على 180. الفرن بالمروحه شعلت له غير من التحت. بعد ما مرت تقريبا 18 دقيقة شوفوا لي الخبز كيفاش تحمر وطاب. الله الله، بكل صدق ومصداقية نقول لكم باللي هذه الوصفة تستحق انكم تجربوها. حتى وحدة فيكم عمرها ما دارت الخبز تدخل الكوزينة وتجرب هذه الوصفة، وعلى بالي راح تنجح معاها. نقول لكم ان شاء الله يكون فيديو تاع نهار اليوم نال اعجابكم واستفدتوا من هذه الوصفة. نتلاقاو في فيديو جديد مع وصفة جديدة. نقول لكم ما تنسوش اعادة نشر الفيديو، لايكاتكم وتعليقاتكم المحفزة. واللي أول مرة يشوف في الفيديو مرحبا بكم على حسابي سوها بلانات، نفس الاسم راح تلقاوه في السوشيال ميديا كامل في كل الحسابات على كل المنصات. نقول لكم صحة رمضانكم وصحة فطوركم. سلام.